السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى اي حاجة نقدمها يعني حتى لو على قد خبرتها ومعلومات تستفادوا منها. النهارده هتكلم عن محلول البرفلجان او الامريزول او الفلاجيل. المحاليل عامة اللي هي الازاز دي. الازاز ده علشان اشغله بيبقى تشغيله يعني صعب جدا. انا كواحد ممرض ساعات بحتار اذا كان في المستشفى او في شغلي في العيادة، عبال ما اركبه ساعات بحيرني وانا ممرض. ما بالك لو حد خبرته ضعيفه او خبرته على قده، يعني ممكن يرمي المحلول او يقول المحلول ده بايظ او ما يعرفش يشغله اساسا، الا اذا اتصل بحد فاهم يفهمه يعمل ايه، وممكن لو فهمه ما يعرفش يعمل ايه كمان. بص المحلول ده ادي الامريزول او البرفلجان او الامريزول، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي ازاز. تمام؟ الحاجات دي عمرها ما بتتخرم من فوق، طبعا ما بتتخرمش من فوق. الحاجات دي علشان تشتغل لازم تعمل لها ايه؟ هقول لك تعمل ايه دلوقتي. المحلول معانا وادي جهاز المحلول. تمام؟ اول حاجه بعملها في جهاز المحلول ده، هو جهاز مستعمل معاه مش جديد يعني، بيبقى ده مفتوح، ده لازم يتقفل قبل اي حاجه. بقفل الكلام ده خالص او بقفل جهاز المحلول ده خالص. تمام؟ ومعايا هنا عشان بس العدوى والامراض بيبقى ده متغطي كده. تمام؟ بشيل الغطا ده وادي المحلول معايا اهوت. بجيب ده جهاز المحلول بدخله هنا بالراحه خالص في الجلده دي. جلده يعني حتى لو عكستك او وقفت معاك زق بالراحه، بس واحده كده واحده كده. تمام؟ مش بدخل للاخر عشان استفاد بكل كميه الدواء اللي موجوده. تمام؟ ادي المحلول بتاعنا اهوت. طب انا فتحت المحلول. تمام؟ طب المحلول ده بيتعلق ازاي غير الحاجات التانية؟ اعلقه منين ولا اركبه منين؟ في خط هنا عندنا اهوت، ادي الخط اللي انتوا شايفينه ده ماشي اهوت لغايه الاخر. انت بتتصرف، او لو عندك بلاستر في البيت بتجيب بلاستر تلبي كده بتوصله وبتعلقه، بتتصرف انت في كيس في اي حاجه. بس الموضوع سهل جدا اهوت. بتطلع كده اتفتح معاك الخط اللي بقول لك عليه اهوت. تمام كده اهو. باجي اعلقه، ادي المحلول بعلقه في الحامل، او اذا كان في شباك في البيت او في بلكونه بقى، كل واحد حسب ايه ما بيتصرف بقى. معلش هو شكله معاكسني يعني، شكله زعلان مني. تمام يا جماعه؟ المحلول ده انا قافل الجهاز مقفول خالص اهو. انا هشغل الجهاز، انتوا واخدين بالكم من الهواء ده؟ عشان هو ده اللي بيحصل في البيوت ساعات لو حد ما عندوش خبره او خبرته ضعيفه يعني. بفتح المحلول اهوت، الهواء زي ما هو واقف اهوت. المحلول اشتغل فوق ما اشتغلش، بضغط ضغطه بعبي الخزان للاخر، برضو المحلول ما اشتغلش. اول حاجه بعملها ايه؟ ما هو ده ما بيتخرمش من فوق. بجيب السن ال5 او ال10 اللي موجود معانا في الجهاز بتاع المحلول اهوت. ادي السن اهو. بفتح السن، ادي السن اهوت. بصوا مجرد ما بحطه في الجلده من تحت جنب جهاز المحلول هتلاقوا حاجه زي الفقاعات طلعت كده اهوت. شفتوا الفقاعات اللي طلعت دي؟ بصوا مجرد ما بحط السن وبفتح، انا هفتح اهوت. بصوا لسه بقول لكم لو حد فاهم بيحتار كمان. بص انا بعمل ايه؟ ضغطه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اشتغلش طبعا عشان المحلول الجهاز اساسا مستعمل وكان فيه هواء. تمام؟ بضغط ضغطه كمان وبحاول. بص شغال بطيء ازاي؟ مجرد انا ما بيطلع معايا الاير كله اللي موجود في الجهاز ده. بص الاير ده، التقاطعات ديت اللي في الجهاز دي كلها علشان كان الجهاز مستعمل قبل كده. تمام؟ بصوا كده مش راضي يشتغل. انا بحاول معاه مره واثنين وثلاثه وعشرة. تمام؟ بصوا كده الجهاز، بصوا كده في بعد اذنك كده اهو شغال تمام اهو. بس دي كل الفكره. المحلول شغال معانا فوق اهوت. تمام؟ انا عايزه بقى سلولي، عايزه سبيد، زي ما الدكتور قايل او زي ما تحب انت. بس ادي كل الفكره.
المحلول بتاعنا خلصناه، باجي اقفل الجهاز عشان برضو العدوى. لو في محاليل تانية بحط الجهاز في السن ال10 سم اللي موجود معانا. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا استفدتوا من اي معلومه انا بقدمها، واتمنى اي حد يشوف الفيديو بتاعي بس يعمل لي اشتراك ويعمل لي اعجاب. اكتر من كده مش محتاج حاجه منكم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مستر سعيد.